السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا كل حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض تورته الشوكولاته او التورته الاقتصاديه بالشوكولاته. تمام، ندخل في المقادير على طول. عندي هنا 3 كوبايات دقيق منخولين كويس، وشايله منهم معلقتين كاكاو خام اسباني او 3 معالق كاكاو خام اسباني على حسب الكاكاو الاسباني غامق او فاتح. وعندي 3 بيضات، كل المقادير بدرجة حرارة الغرفة. وعندي كاكاو اسباني وبيكنج باودر وكوباية لبن وتلات ارباع كوباية زيت ومعلقتين كبار سمنة وكوباية ونص سكر، او حسب انتي لو عايزة السكر عالي نخليهم كوبايتين الا ربع. مقادير موجودة وسهلة جدا. هنجيب البولة ونكسر فيها ال3 بيضات. برضو البيض يا جماعة بدرجة حرارة الغرفة. ادي التانية، وكده معانا 3 بيضة. ما تنسوش تشتركوا في قناة اسهل الوصفات مع مطبخ نونا. وهحط عليها كوباية اللبن، برضو اللبن بدرجة حرارة الغرفة، وتلات ارباع كوباية الزيت، ومعلقتين الكبار السمنة، وكوباية ونص سكر حبيبات عادي، اللي هو السكر بتاعنا اللي بنستخدمه في البيت من غير طحن ومن غير اي حاجة، وشوية الفانيليا. وهنقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي، او عندك مضرب كهربائي تمام. انا هقلب بالمضرب اليدوي وبعد كده هاخدهم اضربهم في الخلاط. ده الخليط بعد ما انا ضربته في الخلاط. هحط بقى عليه الكاكاو الخام الاسباني، فيه بيبقى فاتح وفيه بيبقى غامق، وهنخلطهم كده مع بعض. ده كده انا خلطته في الخلاط وفرغته معاكم في البولة اهو. هو بيبقى سائل تمام. عندي بقى ال3 كوبايات دقيق اللي انا شايله منهم قيمه الكاكاو الخام الاسباني، هحط عليهم كيس البيكنج باودر. طبعا الدقيق منخول. هنخلطهم برضو بالمضرب كده كويس. وبعد كده هنزل بالدقيق حبة حبة على الخليط بتاع البيض واللبن، وقلبهم كده بالمضرب السلك واحدة واحدة. ما بتحطيش الدقيق مرة واحدة، لازم تحطيه على مراحل عشان الدقيق ما يكببش معاكي. بنزل بالكمية بقيتها برضو حبة حبة. يتقلب معاكي بتنزلي بشوية دقيق. لو انت حطيت الدقيق مرة واحدة هيعمل فقاعات دقيق كده، ولما تيجي تخبزي الكيكة هتلاقي فقاعات الدقيق دي بتفتح معاكي في الكيكة. كده حطيت الكمية كلها هيت معايا، وبرضو بقلب بالمضرب السلك. كده الخليط عندي بقى كله جاهز. شايفين كده علامة الشريط دي؟ يعني مقادير الكيكة بتاعتك ناجحة معاكي. لو ما عملتش معاكي علامة الشريط يبقى المقادير فيها حاجة غلط. دي شوكولاتة سمع مطبخ. دي الخطوة ديت اختيارية، انا بحب ابشر منها شوية كده على الخليط بتاع الكيكة. طيب ممكن يواجهك ان انت مثلا ما حطيتيش حاجة مظبوطة نفس المقادير. ممكن خليط الكيكة بتاعك تقيل وما عملش معاكي علامة الشريط دي، ازوديله معلقتين لبن.
او مفيش لبن ممكن تحطي معلقتين ميه. تمام، يعني انا بديلك البدايل اللي ممكن تواجهك وانت بتعملي الكيكه. انا ببشر شويه بشر شوكولاته كده وهخلطها مع عجين الكيكه. لما بتتخبز في الفرن بتسيح فيها، بتديلها طعم جميل. هنا بقى الخليط معايا جاهز. هنجيب صينيه، اي نوع صينيه عندك، وتدهنيها سمنه ورشه دقيق، وبنصب الخليط. شايفين علامه الشريط في الخليط بتاع الكيكه؟ بنزل الخليط كله في الصينيه، وبكون مسخنه الفرن قبلها بربع ساعه على درجه حراره متوسطه. وبعد كده لما بدخل صينيه الكيكه في الفرن، بنزل الحراره بتاعه الفرن لاوطى حاجه فيها خالص، وبسيب الصينيه في الرف الوسطاني. بتاخد الصينيه متحمره من تحت وعاليه وكل حاجه. وممكن تفتحي لها في اخر 5 دقايق الشوايه من فوق، وممكن ما تفتحهاش، ممكن تلاقي الحراره حمرت لك وشها كمان. تمام، دي بالنسبه للتسويه. هنا هنعمل صوص الشوكولاته. عندي كاكاو خام اسباني، وعندي لبن بودره، وعندي لبن وزيت وسكر حبيبات. اللبن نص كوبايه او 3/4 كوبايه لبن، والزيت على حسب التقل اللي احنا هنلاقيه في الصوص. وشوكولاته يعني حوالي ب10 جنيه كاكاو خام اسباني. وكان عندي معلقتين لبن بودره. لو ما عندكيش لبن بودره خلاص. اول حاجه عشان تاخدي، لو انت مثلا عندك سكر بودره، يبقى انت سهل ان انت هتضربي كل المقادير كلها مع بعض مره واحده. لكن لو انت عندك سكر حبيبات، يبقى هنضرب السكر مع اللبن كويس والكاكاو الخام لغايه ما السكر يدوب، وبعد كده هنبقى ننزل عليه بالزيت. لكن ما تضربيش كله وهو حبيبات، علشان السكر كده مش هيدوب معاكي. انا نزلت باللبن واللبن البودره والسكر والكاكاو الخام الاسباني. الاسباني يا جماعه بيدي طعم حلو، لكن الكاكاو العادي ما بيديش طعم حلو خالص. وهخلطهم تماما في الخلاط. هنا الخليط اتخلط معايا كويس جدا. هو بيبقى لا تقيل ولا خفيف. تمام، ده احنا لسه كده ما ضفناش ليه الزيت. الزيت هو اللي بيخلي الصوص معاكي يبقى تقيل وحلو. اهو شايفين، انا نزلت بشوية زيت ولسه برضو عايز يتقل معايا. هحط بقى الزيت اللي انا عايزه احطه. احط شويه واروح اضرب في الخلاط اشوف تقل معايا ولا لا. لقيته لسه ما تقلش، فانا حطيت الخلاط شغال وبنزل بالزيت. امسكي ازازه الزيت وانزلي بسرسوب كده بسيط وشغلي الخلاط. شوفي تقل معاكي وقفي، ما تقولش معاكي استمري. هنا تقل معايا وبقى جميل. اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا بنزل هنا صوص الشوكولاته، شايفين تقيل ازاي. وهنبقى ما نعمل مع بعض طريقة عمل النوتيلا في البيت بطريقة برضو جميلة، لان ولادنا كلهم من عشاق النوتيلا. اهو الصوص ما شاء الله ما اقولكيش، والطعم بتاعه بجد يعني انت ممكن تاخدي الطبق كده وتقعدي تاكليه لوحده. تقيل وجميل جدا وبيلمع، وكلها حاجات مغذية، لبن وشوكولاتة، حاجات جميلة. طبعا هنا الكيكة بتاعتنا خلصت من الفرن وطلعناها وبردت تماما. تشتغليش فيها ولا تقسميها الا لما تبرد تماما. انا قطعت الحاجات اللي كانت عالية من فوق بالسكينة، والوقتي جبت السكينة ومشيتها على اطراف الكيكة، شقتها كده شقات داير ما يدور.
علشان اعرف اقسمها كويس من غير ما تتكسر معايا. بعد ما اشقها داير ما يدور، بجيب اي خيط عندي في البيت وبدخل الخيط من الحواف بتاعه الكيكه اللي انا شقتها دي، وبمشي حته حته من ناحيتين وبشد كده. طبعا الخيط بيدخل معاكي بقى في وسط الكيكه وبيقطعها لك بطريقه متساويه خالص. وبسحب بقى الخيط كده البدايه والنهايه مع بعض. هتتقسم معايا الكيكه مظبوطه، يعني الطريقه ديت احلى من اي سكينه تقطعي بيها الكيكه الصراحه. سحبت الخيط، بسم الله ما شاء الله، الكيكه معايا جميله جدا وطريه ومفتحه، شايفين؟ طلعت معايا مقسومه بالظبط، ولا هنقول حتي دقيق سبونش ولا اي حاجه. دي مربى فراوله انا كنت عاملاها في البيت. بجيب معلقتين كده واحط فيها شويه ميه. طب لو ما عندكيش مربى، لبن بودره، ممكن تاخدي معلقه صوص من الشوكولاته اللي انت عملتيه وتحطي معاها شويه ميه وتقلبهم في بعض. وبنخرم الطبقتين الكيكه كده وبنسقي بيها الطبقتين. ولو ما فيش اي حاجه من ديت، ممكن شويه ميه بسكر وتقلبهم مع بعض وتسقي بيها الكيكه. سقاوة الكيكه دي بتخليها طريه وحلوه، حتى لو قعدت معاكي 4 ايام 5 ايام في التلاجة ما بيحصلهاش اي حاجة. طبعا انا مخرمة كل الكيكة وبسقي بيها كده التوبنج بتاعنا ده، وبرضو بسقي الطبقة التانية. بأقل حاجة عندك في البيت بتفرحي بيها ولادك، ممكن تعمليها في عيد ميلاد. كل سنة وانت طيب يا يوسف، عيد ميلاد سعيد. هنا بقى انا جبت كريمة دريم، جايبة 2 باكت. وبجيب مية انا حطاها في الفريزر عشان تتلج شوية كده، او عندك لبن تحطيه في الفريزر يتلج شوية. وبتنزلي عليه بتحطي الكريمة وبتنزلي شوية شوية باللبن المتلج او المية المتلجة لغاية ما تديكي القوام اللي انت محتاجاه. بالمضرب اليدوي، انا عاملاها معاكم بالمضرب اليدوي. عندك مضرب كهربائي تمام، لغاية ما تلاقيها عملت معاكي المنقار كده، يبقى الكريمة بتاعتنا متماسكة وحلوة. هنزل عليها بشوية صوص شوكولاتة عشان انا عايزة الخليط كله بالكريمة شوكولاتة. طبعا الصوص ده انا كنت حطيته بقى في التلاجة، شايفين تقولوا جامد معايا ازاي. نزلت بشوية صوص على الكريمة وبخلطها كويس، بقت عندي كريمة شوكولاتة. هحشي بيها بقى الطبقة بتاعة الكيكة. طبعا التزيين ده اختياري، مش عايزة تحشيها بس ده بيديها طعم احلى. انا نزلت هنا بالكريمة اللي بالشوكولاتة، وعندي القطعة ديت بتفرد بيها الكريمة. ماهيش عندك بظهر المعلقة بالسبلوتة المتاح عندك اعمليه. وبفرد كده الكريمة على طبقة الكيكة. ما تنسوش تشتركوا في القناة اسهل وصفات مع مطبخ نونة، وتكتبوا لي كومنت حلو كده منكم عشان القناة توصل ل1000 مشترك، يا احلى حاجة في حياتي. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.
بفرد كل كمية الكريمة. طبعا الصينية دي كانت مقاس 32، لو انت هتحطي مثلا في صينية مقاس 28 او 26 هتطلع معاكي الكيكة عالية قوي. هحط الطبقة التانية. كل ما بتضيقي في الصينية كل ما الكيكة هتطلع عالية معاك، كل ما هتفردي في الصينية هتطلع السمك اقل. وجبت هنا صوص شوكولاتة وبجلس الجوانب بتاعة الكيكة الحواف كلها. هنا انا كنت جايبة بندق وبشرته، وبشرت عليه كمان شوية شوكولاتة سما اللي هي شوكولاتة المطبخ. وبجيب كيس كده تلاجة بحطه علشان لما اجي احطه على اللطرف اللي يقع اقدر المه تاني واستخدمه. كده انا بلزق بشر البندق بالشوكولاتة على حواف الكيكة كلها. اي حاجة بتقع هي على كيس التلاجة، وكيس التلاجة ده نضيف لسه اول استخدام، بجمعه تاني وارجع احطه واستخدمه تاني. لو انت ما حطيتيش كيس كده مش هتقدري ان انت تستخدمي اللي بيقع. لو ما فيش بندق وبش شوكولاتة، جوز هندي تمام، فول سوداني، دي البدايل. ما فيش لا ده ولا ده، ممكن فورماسيل. معلش بقى الفيديو كان فصل مني. اللي ديت التزيين الاخير اللي كانت الكيكة تمام. انا حطيت عليها برضو كريمة بالشوكولاتة من فوق، وفي النص هنا حطيت بشر شوكولاتة سما، وحطيت وردات كريم جانتيه. وجبت كيكة هوهوز قطعتها كده وحطيتها قطع كده على الكيكة من فوق. وده كانت كور شوكولاتة كريسبي من عند العطار، جبتها وحطيتها برضو كده. طبعا حتة التزيين دي اختياري، كل واحد حسب الذوق وحسب الاحتياجات الموجودة عندك في البيت تقدري تشتغلي بيها. وده كان الشكل النهائي للتورتة بتاعتنا، وبألف هنا يا رب. مع السلامة، بحبكم في الله، احلى حاجة في حياتي.